عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. النهارده هنعمل اكلة جميلة جدا، تتعمل في الفطار، في العشاء، في رمضان، في السحور، في اي وقت. بسطرمة طبعا كلنا بنحبها. بسطرمة اصلا اكلة يوناني. احنا هنبتدي نعملها النهارده، هي سهلة جدا مش صعبة. ويا رب تطلع حلوة وتعجبكم وتجربوها وتقولوا لي. اول حاجه احنا عندنا عرق تريبيانكو، شايفه؟ فاتحيني تفتحيه كده، تفتحي فيه حتت، شايفه؟ حتت واسعه كده اهي، شايفون؟ نفتحه. انا فاتحاه كله اهو، ومن ورا كمان اهو، شايفين؟ بنفتحه جامد، تفتحيه يعني تمدي السكينه كده جوه علشان الملح يتغلل جواه. تمام. دول عندنا كيسين، دول كيسين ملح. انا خليته علشان اوريه لكم. حط 3 اكياس ملح من ده. خلاص. التوابل دي احنا مش هنستعملها دلوقتي، دي حلبة مطحونة، حلبة اللي هي حلبة حصى مطحونة، ودي بابريكا وشطة. طبعا احنا مش هنستعمل ده كله دلوقتي، احنا دلوقتي هننقعه بس في الملح 24 ساعة. هتمسكي العرق كده اهو، هو مفتوح، تحطيه في الملح. تحطي بقى ملح يعني، بصي دخلي جوه كده، ونسيبه، ونحط عليه حاجة تقيلة، ونسيبه 24 ساعة. يعني احنا عملناه مثلا الساعة 1 اهو الظهر مثلا، يبقى بكرة الساعة 1 الظهر هنبتدي نكمل ونشوف هنعمل فيه ايه. دخلي جوه الملح في الخروم اللي انت عاملاها، حطي ملح كتير. الملح ده بينزل كل المية اللي جواها، وكمان شيل الزفارة ولو في دم زيادة جوه ولا حاجة. خلاص احنا كده غلفناه كله بالملح اهو، شايفينه؟ تسيبيه بقى في الملح. نحط عليه حاجه تقيله، يعني عندك جردل ولا حاجه، حطي صينيه فوقيه، وحطي فوقيه جردل مثلا، بطرمانات تقيله عندك، شكاره، سكر، يعني هتبصي تلاقيه نزل بقى كل اللي فيه. خلاص هنحطه كده، وبكره ان شاء الله بعد 24 ساعه هنرجع ونكمل نعمل البسطرمه. بعد 24 ساعه شايفينها؟ شايفين الملح عامل ازاي؟ كله ميه. الميه دي كلها الحاجه اللي كانت جوه اللحمه. احنا دلوقتي هنشطفها بس بالخل، تدلقي عليها خل كده من بره. مينفعش تغسليها بميه عشان ما يبقاش جواها ميه، احنا بننشف الميه. شايفين؟ شطفناها. تخرجي بقى الملح كده اللي هو الزياده ده ملوش لازمه. شايفين هي ناشفه ازاي؟ مقدده. ليه؟ الملح نشفها خالص. تمام. هنشيل دي، ملهاش لازمه خلاص. هنجيب حته نشفيها، فوطه بس تكون نظيفه يعني. تمام. هي كده شايفين نشفت خلاص اهو. هنيجي بعد كده هنفرش هنا كيس كده
عشان لما نيجي ايه نعملها تبقى سهله علينا. هنا نيجي بقى للخلطه اللي هنلفها بيها. هنا عندنا معلقتين نشا، ودي معلقه كبيره شطه، كمون يعني زي نص كوبايه كده، وبرده الكزبره الناشفه نفس الحكايه. ده عندنا ربع كيلو حلبه مره مطحونه، بتجيبيها من عند العطار ب5 جنيه هي. ودي بابريكا اللي هي الفلفل القرناطي المطحون. خلاص تقلبيهم على بعض كلهم. المهم ان انت بتقلبيهم كويس. لو الخلطه دي فاضت عندك بعد ما تعملي شيليها في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجه. هنا عندنا دول زي راسين توم كبار متقشرين ومطحونين في الخلاط. انا طحناهم في الخلاط عشان يبقى ناعم كده. عليهم زي معلقتين خل. تمام. هنحطهم فوق الايه التوابل دي. خلاص. هنا عندنا ده خل، وكنت حطاه في الشفشق اللي انا ضربت فيه الخلاط علشان اخد بقيه الايه التوم. تمام. هنبتدي هنا تقلبي كله مع بعض. المهم ان احنا لازم نحصل هنا على عجينه، فاحنا الاول نقلب كله ببعضه علشان ما تسيبش مننا، ونحط بقى ايه الخل شويه شويه. كده خلاص شايفينها احنا عجناها بقت عجينه ازاي اهي. كده بقى لازم نشتغل بايدينا اهي. شايفين عجينه اهي. هنبتدي بقى الاول تقومي ايه عامله كده تغلفيها كلها. اهم حاجه ما تكونش اللحمه باينه خالص، يعني بصي ما تخليش خالص في حاجه باينه. على فكره هي بتاخد لها في الاول خالص 6 ايام على ما دي تنشف عشان يستوي. تاخديها مستويه حلوه يعني قدامك 15 يوم. خلاص. وهبقى اصور لك اوريكي انها ازاي لسه استوت او ما استوتش، بس ما يفوت الايه الوقت. شايفين دول شويه خل اهو، حطيهم في ايدك تبتدي تعملي عليها من بره الخل علشان ما يجرالها فيش حاجه تيجي عليها يعني. وتاني حاجه بتعزز يعني الطعم وكده. دي حاجه. تاني حاجه احنا بنستعمل الحلبه دي المره علشان ايه؟ علشان مفيش حاجه تحصل للحمه او يجرالها لا قدر الله اي حاجه. فهم بيستعملوا الايه الحلبه المره كده علشان ايه تحافظ عليها. شايفه اهو. ظبطي بقى براحتك اهي. تخليها تنعمي حته فاضيه تقومي ماليه يعني. بصي غطيها خالص تكون تماما. وشايفه من تحت كمان
اهي كلها. اهم حاجه من فوق من عند الفتله. الفتله دي تعملي اي حاجه، فتله، حبل، دباره. ده خيط نيلي بتجيبيه، اللي هو الخيط بتاع المنجدين ده، جيبيه وتقومي عاملاه كده زي ما انا عامله اهو، شايفه؟ ظبطيها. شايفين انا بسد كل حاجه، ما بقاش فيه حاجه خالص، لازم يبقى كله مسدوده، مفيش منفس يخش منه الهواء. شايفين كده؟ خلاص اهي تمام، معموله كلها، مفيش اي حاجه. هنسيبها بقى تعلقيها في مكان هوا، زي مثلا في شباك قصاد المطبخ عندك، في مكان، المهم ايه ما يطلوش يعني حاجات مش كويسه وكده. وهتفضل كده لغايه ما تنشف قدامك 15 يوم. وبرده هبقى ارجع تاني واقول لكم لما اجي اشوف اوريها لكم ازاي بتبقى ايه. خلاص تعرفي انها استوت. طبعا احنا مش هنشوفها، لكن ليها علامات ان احنا ازاي هي استوت. تمام. اشوفكم بقى ان شاء الله بعد 15 يوم لما البسطرمه ايه تستوي. ورجعنا اهو، شايفينها ناشفه ازاي؟ ناشفه مش طريه. لحظه الحقيقه بقى عشان نشوف هتبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عامله ازاي؟ نقطع منها نشوف. شايفين مستويه خالص، عامله ازاي؟ احلى من اللي بنشتريها من بره وانضف، وانتي ضمناها كويس قوي. اهي ده كل اللي بره ده بيقع اصلا. احنا لما بنشتري من بره بنكون ايه، لما بتيجي تعمليها بتشيلي اصلا التوم ده. طبعا انا مقطعاها تخينه، هي عايزه تروح سوبر ماركت نقطعها، او نشوف سكينه حاميه قوي يعني، تكون حاميه خالص تمشي بيها وانتي بتقطعي كده صغير رفيع. اهي شايفين طريه ازاي ومستويه في منتهى الجمال والله، وريحتها جميله جدا. لو مش هتعرفي مثلا توديها سوبر ماركت ولا اي حاجه، مثلا تقومي انت تقطعيها مثلا في البيت حتى لو تخينه كده، وبعدين تقومي ايه، بصي تقطعي رفنع خالص بقى انت. اهي شايفه شرايح كده صغننه اهو، وتبتدي بقى تشتغلي بيها، تعملي طبق بيض بقى، تعملي اللي انت عايزاه بيها. يعني لو مش ما عندكيش سوبر ماركت يرضى ايه يقطعها لك، انت ممكن احنا نعملها في البيت بالطريقه دي كده. خلاص شايفينها؟ تحطيها في اطباق وتحطيها في الفريزر، كل شويه لما بتعوزي تقومي مطلعه، تعملي بقى طبق بيض، تعملي بيتزا، تعملي جلاش، اللي يعجبك بقى. هي موجوده عندك، لحمه بلدي انتي ضمناها وغسلاها كويس. يا رب تكون تعجبكم. لو اول مره تخشوا قناتي اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير، واهلا وسهلا بيكم وبألف هنا وشفا. مع السلامه.